الكريم اللي بدي اعملها. اوكي خلطت الحليب مع الشوكولاته، وبرضه في هنا الجيلاتين ذوبته، نخلطهم مع بعض. هاي الجناش صح؟ هذه تقريبا طريقه مثل الجناج، بضل افضل ما يكون فيها صفار بيض. هذا الشيلف لايف تبعها بضل بالثلاجه عندكم اسبوع ل10 ايام، ما بصير عليها اي شيء. حلو. هلا هذه الفانيلا بس اوريكم كيف طريقه استعمالها. طبعا هذه عريضه، مو مثل دائما اللي بالسوق دائما تكون على النص تبعتها. فراح نستعمل تقريبا الكميه الصغيره هذه. هالكميه الصغيره بتعمل عمايل كثير كبيره. اوكي طيب هذا بنحطها مع الجلاج مباشره. الطريقه هاي اصلا بتشم ريحتها بتشهي، حتى لونها شايف لون الكريم مع الشوكولاته والحليب تغير. كريمة سائلة خفقناها لغاية ما صارت بهذا القوام. أيوة. أنا هيك بحب أشرح لمتابعيني. رجاء خذهم حبة كريمة حبة. مخفوقة. طيب ماشي يلا. بعدين حنضيف عليها الحليب مع الشوكولاتة مع الفانيلا. ممتاز. راح ناخذ منها جزء شوية شوية. شوي. طبعا ما نخفقها كثير، بدنا اياها احنا شوية تكون يدوب مخفوقة عشان الكريمة. هلا راح نعمل صوص المانجا. طبعا تختاروا اي نوع صوص مانجا موجود فروزن باي سوبر ماركت، وحاليا موسم المانجا، يفضل انه تستعمل مانجا كثير طيبة. وراح نضيف معاه الباشن فروت اللي هي شو بتسموها؟ فلورا. لا احنا شو بتسموها يا متابعون؟ اكتبوا لنا شو بتسموها انتم بالاردن؟ فلورا بسموها. زي بس انا بسميها باشن فروت. انا من جد انت من اوروبا نسيت. وبرضه راح نضيف معاها اللايم زيست اللي هو برش الليمون الاخضر. ايوه يطلع معاها كثير طيب هذه. تمام. طيب هلا نضيف تقريبا نحكي 500 جرام اللي هي قطع من المانجا فريش. قطع من المانجا فريش تقريبا نفس الكمية، او اللي بحب يزود يقدر يزود عادي، ما في أي مشكلة. كل ما زادت كل ما كانت اطيب. هو كل ما زودنا كل ما كان اطيب فعلا. طبعا يا جماعة كل ما كانت الباشن فروت حامضة كل ما كانت اطيب. المانجا تكون حلوة المانجا تكون حلوة، تناسق صيفي رهيب مرتب. طبعا بس هيك معلومة مهمة، لما تبرش الليمون ما توصل للطبقة البيضة اللي تحت، عشان ما تطلع شو بسموها المرار تبعتها. فاحنا بدنا البرش بس. حط السكر. حطيت السكر ما عشان كده متحمس انا. حط هلا المانجا.